أوصي الشباب بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم شبابك قبل هرمك. الشباب هو زمن العمل، لأنه فترة قوة بين ضعفين: ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وصححه. فالشباب هو وقت القدرة على الطاعة، وهو ضيف سريع سوف يمضي وينقضي، فإن لم تغتنمه تقطعت نفسك حسرات. ستردد وتقول: ألا ليت الشباب يعود يوما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الأسئلة. السؤال الذي أسألك إياه يرعاك الله: أليس الشباب قطعة من العمر؟ بلى. فلماذا السؤال عن مرحلة الشباب؟ أقول: لأنها أحلى مراحل العمر وأجمل مراحل العمر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ وترعرع في طاعة الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله عز وجل عبدا علما إلا شابا، والخير كله في الشباب. ثم تلا قوله جل في علاه: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقوله سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. قالت حفصة بن سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. وهل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إلا شبابا؟ لكن أي شباب؟ نعم، أي شباب؟ شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون. وإذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا. وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا. وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في بنينا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. اعلم رعاك الله أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. قيل للربيع بن خيثم: لو أرحت نفسك؟ قال: راحتها أريد. وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم في الجنة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتسر عيني بالرسول. وعوتب أحدهم لشدة اجتهاده فقال: إن الدنيا كانت ولم أكن فيها، وسوف تكون ولن أكون فيها، ولا أحب أن أغبن أيامي. عرفوا قيمة الساعات والأوقات. نعم، فالصلاة خير من النوم، والتجلد خير من التبلد، والمنية خير من الدنية. فكن رجلا رجله في الثرى وقامة همته في الثريا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. قال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال: بأبيه وأمي من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقال سيد العابدين: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. فكم ضاعت ومرت بنا من ساعات. عن قتادة أن عامر بن قيس لما حضر جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا،
ولكن أبكي ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء. قال فضيل رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. قيل لمحمد بن واسع: إنك لترضى بالدون. قال: إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا. إنما رضي بالدون من رضي بالدنيا. حتى يكون لحياتنا معنى لابد أن يكون لها هدف. هب الدنيا تساق إليك عفوا، فليس مصير ذلك إلى انتقالي، وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوال.